السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ شايفين بقى انا جالي جوابين بين كود مش جواب واحد. طيب ازاي؟ هقول لكم ازاي. بصوا، في البداية انا عاملة الفيديو ده فضفضة، يعني نتكلم مع بعض. انا عملته اول ما جالي الجواب الاول بس مباشر، بس الصورة ما كانتش واضحة، فحبيت اعمل معاكم واشارك معاكم الفيديو تاني لما جالي الجواب التاني. بصوا بقى، في البداية خالص اول ما فتحت القناة إيه لازم، يعني لازم تبقي واخده بالك جدا ان انت متبقيش عامله محتوى مكرر. لازم ما تبقيش عامله حقوق طبع ونشر، يعني لو واخده مثلا جزء من فيلم، اغنيه، الكلام ده كله، حتى الصوره مصغره لو هي طبق الاصل من صوره تانية بيبقى عليها حقوق طبع ونشر. فده كله بيأثر على قناتك. لو انت قناتك لسه ما اتفعلتش، انا في كتير ناس بتابعهم حبايبي قناتهم لسه ما اتفعلتش، فانا عامله الفيديو ده ليهم. بلاحظ ان هما حاطين اغاني كتير على الفيديو ده، مش هيبقى فيه اي ارباح، يعني هو مش هيتحسب لك اي ارباح وهتترفض، وهتعيدي تمسحي كل الكلام ده وهتضيعي منك ساعات ومشاهدات. طيب المفروض ان احنا نعمل ايه؟ المفروض تبقى المحتوى بتاعنا احنا وبس، مينفعش نحط اي اغاني، مينفعش نحط اي اغاني غير من الاستوديو بتاع اليوتيوب وبس. لازم كمان يبقى مكتوب لك في الاستوديو يعني ايه. فيديو كده نزل من غير ما يبقى مكتوب تحتيه محمي بحقوق الطبع والنشر، فده مش مكتوب الكلمة دي خلاص اطمني. وخلي بالك لو خدتي انذار في التاني قناة بتقعدي اسبوع ما تعمليش فيها اي حاجة، ما ينفعش ان انت تحملي عليها اي فيديو. وده بيبقى برضو انذار للقناة. ده حصل معايا، فانا بقول لكم تجربتي بالكامل. طب في بقى خوفوني كتير اول ما بدأت بصراحة، لا البين كود ممكن تطلبيه مرة واتنين وتلاتة، في الاخر هتفعلي بالبطاقة وحوار وكده. لا خالص، بدليل ان هو جالي واحد ورا التاني على فكرة هو يعني ده القديم. بصي، دي البيانات، ده القديم تمام. احنا فتحناه طبعا، وبيديكي الرقم تعرف الشخص ده اللي بتسجليه، فكده ايه بتطلقي الدفعات بعد كده. طب انا كده هربح؟ لا لسه مش هربح. البنكود ده بيجي بعد ما بتجمعي 10 دولار، ولازم 10 دولار تكوني تعبانة فيهم. بمعنى تعبانة فيهم ازاي؟ يعني انا بصراحة في البداية برضو كنت بزود بعمل اعلانات ممولة. طبعا اعلان ممول لو انت عملتيه لوحدك من جوجل ادسنس ده يعني شرعي جدا وبتاخدي عليه ارباح وجميل جدا. بصراحة انا جربته بعد ما وقعت في الفخ. اشتركت مع قناة على الفيس بتقول اعلانات ممولة. بصراحة قلت لها ولا اعلانات ممولة ولا حاجة. طلعوا نصابين، وفي الاخر ارباح جات لي كل حاجة. كان ارباحي في يومين عدت 33 دولار. طب البين كود ما جاليش ليه يا جماعة؟ ابعت لهم يقولوا لي لا شوية وهيجيلك، شوية وهيجيلك. في الاخر لقيت الارباح كلها اتحذفت، وما بقاش فيه ارباح خالص غير الارباح اللي هي الحقيقيه اللي انا عاملاها وبس، مشاهدتي اللي هي البسيطه اللي انا طبعا قناه مبتدئه. طيب خلاص، الجأت بقى الاعلانات المموله اللي هي شرعي تبع جوجل ادسنس. دي بقى ممكن تعمليها بنفسك، يعني من اول 20 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، زي ما قدرتك. تمام، دي برضو ظبطت معاك شويه. طب نيجي بقى لموضوع البين كود اللي هو الاساسي. احنا دلوقتي عشان خاطر يجينا بين كود بكل سهولة، اول ما بتجمعي 10 دولار هو البين كود بيجي، المفروض بيجيلك ايه لوحده، بس انت لازم تسجلي على النت على جوجل ادسنس. لازم تسجلي بياناتك صح، لازم تبقي مسجلة اسمك وعنوانك صح. طيب ايه بقى التركية اللي هي خلت الجواب يجيلي مرتين؟ التركية دي ان انت تحطي رقم تليفونك زي كده، يعني تكتبي الاسم عادي خالص والعنوان، وتروحي كاتبه رقم التليفون. تمام، بجانب تقولي ايه الاتصال الاهميه، بجانب ايه رقم التليفون، بجانب العنوان. طيب بعد بقى ما جات لي اول مره، طبعا فرحت جدا وزقططت. وعايزه اقول لك بصي الفرحه كانت يعني، رغم ان انا كده مش هقبض لسه، ده أنا لسه قدامي مشوار طويل. لازم عشان تقبضي لازم تكوني مجمعه 100 دولار. جوجل ادسنس ما بتديش سنتات، يعني ما بتديش دولار اتنين، لا لازم تجمعي 100. وبعد ما تجمعي 100 وتقبضيهم مش هتنفع تقبضي وراهم على طول، لازم برضو يتجمعوا 100، وهكذا 100، 200، 300 وهكذا. طيب
جالي بقى الجواب التاني، وبصراحة استغربت جدا، قلت ايه ده، جالي ليه جوابين؟ فنفتحه كده مع بعض. هو بيتفتح كده بالشكل ده، بيبقى عندي كده الايه، الحواف دي بتتفتح. تمام. بصراحة الموضوع كان مقلق جدا، وطلع في الاخر بكل بساطة جالي واحد وجالي التاني، وبصراحة ما طولش. طب في ناس هتسألني ده جالك الاولاني جالك ليه التاني؟ هقولك انا بصراحة طبعا من القلق كنت خايفة جدا ان هو ما يجيليش، خاصة انا قلت لك انا جمعت اكتر من $10 $30 والرصيد اتسحب. طب بعد ما جمعت $10 بقى بمجهودي، اللي هو يعني من غير بقى تمويل ولا الكلام ده كله ولا ترويج، كنت قلقانة. فأول ما جالي الرسالة، جالي قعد مثلا 3 4 أيام، وكلمني البريد واستلمت منه الجواب. يشكر بصراحة، الراجل كله ذوق، وجاب لي الجواب. تمام. طيب قبل بقى ما يجيلي الجواب، هو اتأخر يومين 3 زي ما قلت لكم. طبعا أنا الموضوع ان انا بستعجل، فما عنديش صبر. ففي عندك فرصة ان انت تقولي ايه، طلب مرة اخرى، فبتطلبيه مرة اخرى. فطلبته طبعا مرة اخرى، كان هو جاي لي في طريق اصلا، فده كان جالي خلاص. فلما طلبته مرة اخرى فجالي تاني، فيعني بصراحة وجالي على عنوان وعنوان بيتي وبالظبط. بس بقى ايه، مش بيبقى فيه اي مشكلة خالص. ليه بقى؟ لان هو بيبقى هو بصي زي ما انت شايفة كده، بيبقى نفس الرقم ده هو الرقم ده. فحتى لو طلبتيه تالت مرة هيعمل، بس هنطلبه ليه تاني؟ خلاص انت بتسجلي اول مرة، والصفحة بتتسجل على كده خلاص. مجرد انت بس بتجمعي، ربنا بيكرمنا ان شاء الله ب$100، خلاص بنروح نقبض. ادعوا لي بقى ربنا يكرمني واجمع $100 في اقرب وقت. ودعواتكم كده معايا، ولايكاتكم ومشاهداتكم، ووصلوا القناة كده ل10 آلاف مشترك و100 ألف. وبصوا نفسي القناة تكبر بجد، ونفسي في كل قناة مبتدئة ربنا يحقق لها حلمها وتدفع للقناة. هو الموضوع بيمشي بالتدريج، يعني هو في البداية بنبقى نفسنا القناة تجمع 1000 مشترك و4000 ساعة. بعد كده نقول ايه، يا ربي بقى امتى تتفعل؟ فبياخدوا طبعا وقت في المراجعة. خلي بالك لما تقدمي القناة للمراجعة ميبقاش فيه اي محتوى متكرر بتاع حد تاني تكوني انتي واخداه. يكون حاجة عجباكي مثلا منزلها على قناتك، ما ينفعش تكوني حاطة اي اغاني مش تبع الاستوديو اليوتيوب. تمام. دي كلها يا جماعة تحذيرات والله، وفخ انا وقعت فيه. ما تمشيش ورا الترند، خلي محتواكي واحد. يعني انت محتواكي طبخ ومنزل وتدريب منزلي، هو ده بس. محتواكي تعليمي، فهو تعليمي وبس. انا كنت الاول عاملاها سمك تمر هندي سمك لبن تمر هندي بصراحة، بس محدش بيتعلم ببلاش. وفي الاخر طبعا مسحت كل العك ده يعني، وخليته هو بس محتواي ده وبس. فيا رب اكون افدتكم، ويا رب يكون ضيف خفيف عليكم. كل اللي نفسه في حاجه يا رب انه يحققها له. وما كملناش الامنيات، احنا طبعا قلنا الاول 4000 ساعه و1000 مشترك. القناه بعد كده الحمد لله القناه اتفعلت. بعد كده الحمد لله تقولي ايه، يا رب بقى ايه، تعملي عليها تفعلي الاعلانات. بعد كده تقولي يا رب بقى ايه اجيب مشاهدات عشان خاطر يجيلي بين كود. جمعنا ال10 جالك من كود، قولي يا رب بقى يجيلي ايه $100، وهكذا. طبعا طموحاتنا الحمد لله ما بتوقفش، وربنا يحقق لكل واحد طموحاته. واتمنى اكون فدتكم، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، وهنقعد عليكم الايام بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.